انت اللي هيطلع عليكي ان انت واحده مش محترمه، لان ده ما يطلعش من بنات ناس اصلا. فيديو ماشي. العروسه القادمه. العروسه القادمه. طب بصوا ده، طب ده احنا في فرحه. يعني المواقف دي ما بتطلعش من بنات ناس. يا رب تيجي تقتلنا. احلى عريس. تيجي انت واقعه برضه. اتعمل لك منه بلوك في الاخر وانت سمعتي كلام مني زي الزفت. وجبت لاهلك العار يعتبر، عشان الناس كلها ماشيه تقول ان انت اهلك مش مربيينك. الشخصيه بقى الملزقه. هو ايه العالم اللي بتتجوز النهارده وتتطلق بكره دي؟ واحنا فاضيين لكم؟ وايه اللي حصل في فرح مسلم ويارا تامر؟ تعال اقول لك. الفرح كان ماشي كويس والناس فرحانه وكله تمام. اروى قاسم البلوجر المعروفه دخلت الفرح، ظهرت في فيديو وهي بتضحك مع مسلم وبتهزر، والفيديو انتشر بسرعه وبدا طبعا كلام كتير يطلع. العروسه تسكت؟ لا طبعا، طلعت في لايف وهزقت اروى قاسم وقالت كمان ان في حاجه مش مريحاها، وبعدها اروى ردت عليها ونزلت سكرينات بينها وبين مسلم، واللي باين في السكرينات ان هو كان بيعتذر لها وبيقول لها ان ما كانش يقصد اي حاجه. وهنا الناس اتقسمت لنصين، ناس قالت ان يارا من حقها ان هي تزعل، ما تزعل ولا تولع احنا مالنا، وناس قالت ان الموضوع بسيط وخد اكبر من حجمه. والله فعلا هم على الفاضيه اصلا، يعني من الاخر الموضوع كان فيه سوء تفاهم وحصل خير. انت رايك ايه؟ هل فعلا الناس ده علم فاضيه زي ما انا قلت لك؟ واكيد مش هيحصل لك حاجه لو دوست لايك، اكيد يعني مش هتخسر حاجه. في النهايه انا عمر عيد، سلام.